السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذا قررت أنه أتحدث فيه على الناس اللي تهضر على قويري واللي يقول لك باللي أمين قويري ما يصلحش في المنتخب الوطني ولم يقدم شيء في المنتخب الوطني، وبالتالي نطالب بعودة يوسف بليلي. شوف، نهضروا منطقيا، نهضروا حوايج لوجيك، ونهضروا على أرضية الميدان، كيف يتم التصرف على أرضية الميدان. احنا على بالنا كل باللي بليلي راهو لاعب كبير، لاعب يقدم في المستوى، لكن مع واش راهو صاري في البطوله الوطنيه من تاخرات، واش راه صار هو في المستوى تاعو، واش راه يدير، يعني ما عندوش عقليه الاحتراف، ما عندوش العقليه هذيك نتاع لاعب كبير ديما يبقى طوايشي. لكن دائما احنا نعترفوا باللي يوسف بالليلي موهبه كبيره جدا في المنتخب الوطني، وما كانش وما راحش يجي واحد يشبه يوسف بالليلي. لكن اليوم راح نتحدثوا على قويري وراح نتحدثوا على يوسف بالليلي. علاه لازم ولا علاه قويري سوف يثبت نفسه في المنتخب الوطني، وسوف يكون هو يعني راح تكون عنده فايدة كبيرة في المنتخب الوطني. الحوايج هذو اللي راح نهضر عليهم راح تكون على المباراة الأخيرة واللي لعبناها في الموزمبيق. صدقني، ومن هنا بدأت أستنتج أنه الذي لا يفهم في كرة القدم هو من يطالب من أي لاعب جديد في المنتخب أو النادي أنه يقدم مباريات كبيرة، وكأنه يعني لعب منذ سنوات مع المنتخب ولا النادي نتاعو. عندنا حاجة واللي تسمى بالتأقلم مع الفريق واللاعبين والخطة والأجواء، يعني أي لاعب لازم يتأقلم مع الحوايج هذو. هناك لاعبين كما يغيروا الأجواء تاع الفرق نتاعهم ولا المنتخبات يلقاو شوية صعوبة أنهم يعني باش يتأقلموا. لكن بالنسبة لي أنا قويري راهو لاعب ممتاز، يعني بصفته مهاجم مطلوب منه انه يسجل الاهداف، وهذه حاجه يعني لا ما كانش فيها شك. لازم كي تلعب مهاجم لازم ولا مطالبك انك تسجل الاهداف، ولازم يكون التمركز نتاعك تمركز صحيح. عندنا امين غويري راهو يتمركز تمركزات يعني صحيحه، يعرف كيف يتمركز وقتاه، هو يعني وقتاه يتمركز وين يتمركز، حتى انه يعرف وين يطلب الكره. لكن هنا يدخل عامل الحظ الذي لم يسعف حتى يعني يسجل أهداف، وحتى النهج التكتيكي اللي لعب به المنتخب الجزائري لم يتأقلم معه بعد، ومع مرور الوقت سيجد ضالته فقط ينقصه الهدف الذي يحرر. يعني راهو باغي هدف برك هدف، وراح يتحرر أمين قويري إن شاء الله. عندي بعض اللي فوتو بغيت نشوفوها مع بعض ونحللوها يعني مع بعض باش تشوفوا التمركز والمكان اللي يكون فيه أمين قويري عندما نكون نحن في هجمة. نروحوا مع بعض للقطة الأولى. اللقطة الأولى اللي تمركز فيها يعني قويري في القائمة الثانية بعيدا عن المدافعين، وطلب الكرة بعد انطلاق عمورة ودخوله المنطقة، لكن الأخير قرر التسديد عوض التمركز لقويري الذي كان متحررا. يعني حتى هنا قويري كان متحرر، ما عندوش حتى رقابة. شوف برك تبع الصورة وراك تشوف بلي قويري راه يعني متحرر، كان الهدف قريب جدا وجدا، لكن عمورة قرر أنه يسدد. نجيكم اللقطة الثانية عندما توغل عطال. إذا راكم تشوفوا عطال راهو توغل ببراعة في منطقة الخصم، راوغ مدافعي الخصم، تمركز له قويري بين قلبي الدفاعي كان بين زوج، وترك محرز ينتظره على خط منطقة 18 متر كما تشاهدوا في الصورة، مما أعطى عطال حلا إضافيا. هذا هو دور المهاجم بالتحرك دون كرة وإعطاء الحلول. يعني هنا قوير أعطى الحل لعطال أنه جاء بين المدافعين ولا بين قلبي الدفاع، الحل الأول. ثانيا خلى التحرر لمحرز واللي يمكن أنه يستفيد منه، وأيضا هنا يعني يقدر عطال يمرر يا إما القويري يا إما لمحرز. اما في هذه اللقطه الثالثه كما راكم تشوفوا انتظر يعني قويري راح انتظر خارج المنطقه، شاهد تكتل لاعبي الموزمبيق حول مرماهم مستغلا ارتباكهم، حيث توغل عموره ووجد لنفسه زاويه رؤيه مناسبه وسدد بطريقه رائعه، لكن العارضه ما خلتناش نسجلوا الهدف. اذا هذه ثلاث موضوعات كلها ثلاث تمركزات لقويري في الماتش ككل. بعد يعني كما تشوف راهو يمنح حلول، عم بالو كيفاه يتموقع، كيما بالو كيفاه يتموضع، لكن يعني الهدف الاول اللي راح يسجله راهو بعيد شويه. يعني الحظ هو الذي يلعب هنا مع قويري. إذا صدقني مع مرور الوقت سنشاهد قويري بمستوى أفضل، فمن يشاهد مستوى أمين مع نادي الرين الفرنسي يدرك جيدا معنا واش راني نقول. يعني أنا شفت الكثير والكثير من اللقطات والكثير من الملخصات لي واش راهو يدير في الماتش نتاعو، وكان صدقني سم قاتل. يعني عم بالو واش يدير وعم بالو واش يفعل بالكرة.
هذا ما كان لدي في هذا الفيديو، نلتقي في فيديو آخر. لا تنسى الاشتراك، تفعيل جرس الإشعارات، والسلام عليكم.